حلويات شهر رمضان وصلت لأول مرة وحصري عندي. لو شفت الفكرة ديت عند حد تاني يبقى واخدها من عندي أنا. النهاردة بلفة جلاش هنعمل حلويات شكلها حلو جدا وطعمها كمان أحلى وتشرفك قدام ضيوفك. لفة جلاش واحدة هنعمل منها كمية كبيرة وأشكال وألوان، وهقولك على بدايل حاجات أنا استخدمتها تقدري اللي انت تبدليها لو مش متوفرة عندك، وهعرفك كل حاجة والتكات والحركات. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. الجلاش بتاعنا النهارده حلويات من الحلويات الشرقيه اللي بيكون طعمها حلو جدا وبتشرف كمان وشكلها احلى. يلا بينا نبدا على طول ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كل اللي عليك اللي انت هتجيبي لفه جلاش وتعملي متابعه للصفحه وتحطي اللايك بتاعك، ويلا نبدا. وزن لفة الجلاش ديت نص كيلو. ممكن تجيبيها من السوبر ماركت او تجيبيها من عند الناس اللي بتبيع الجلاش، بيكون حلو واحلى كمان من السوبر ماركت، بيكون طازة وكمان الكمية اكبر. فردتها بالشكل دوت وهبدأ ان انا الفها بس بطريقة ملمومة شوية عن الاول. وبعد كده مش هعمل فيها اي حاجة. كل الحكاية اللي انا هجيب السكينة واقطع كده عقلة، يعني حجم العقلة بالظبط، او ممكن نقول حجم 2 سنتي 3 سنتي هيكون مناسبة جدا. ممكن تقللي الكمية او تكتريها على حسب ما انت عايزة، بس المقاس اللي انا بعمله دوت مناسب جدا. هعمل اللفة كلها بالطريقة دي، تقدري تعملي كمان لفتين او 3 على حسب ما انت عايزه اقولك الطريقه جديده، حلوه وجميله وسهله وبسيطه، وكمان مش محتاجه تبقي شيف حلويات او محترفه في الحلويات عشان تدخلي تعمليها. طريقه بسيطه جدا. خلاص دلوقتي قطعناه بالشكل دوت كل الكمية. هجيب بقى معايا صينية الكب كيك، واكيد كلنا موجودة عندنا صواني الكب كيك، ولو مش موجودة تقدري تعمليها في الصينية العادية، بس صينية الكب كيك هتكون محكمة اكتر علشان خاطر تقدري اللي انتي تديكي نتيجة في النهاية كويسة. في الوقت دوت لو انتي مش عايزة تحطي الورق بتاع الكب كيك خلاص مفيش مشاكل، تقدري تدهني الصينية بفرشة سمنة وتحطي الجلاش زي ما هو كده. بس انا فضلت علشان خاطر ما هقدرش كمية كبيرة من السمنة اللي انا احط الورق دوت احسن. هحط الكمية كلها في الصينية، وتعالي بقى بعد ما نحط الكمية كلها نشوف هنعمل ايه. طب انا يا هبة مش عندي صينية كب كيك بس عندي ورق الكب كيك، ينفع؟ اه ينفع مفيش مشاكل. المهم اللي هي حاجة محكمة تقدري اللي انتي ايه لفة الجلاش ما تخرجش كلها عن بعضيها. تحطيه في الكب كيك في الورق الكب كيك وتحطيه في صينية عادية اللي هي بتاعت الكيكة، او الصينية العادية المدورة او المربعة، مفيش اي مشاكل خالص. قلنا مش هنوقف الوصفة طول ما حاجة مش عندنا، بنشوف لها اي بدايل علشان خاطر نعملها. في الوقت دوت خلصت الكمية كلها وهجيب معايا معلقتين سمنة، هدخلهم بس الميكرويف يفكوا معايا، وبعد كده هبدأ اللي انا اسقي الجلاش بالسمنة بالشكل دوت كده. خلصت الكمية كلها معايا، كمان فاض كام لفة كده، فدول هحطهم في صينية لوحديهم. معلقتين السمنة اللي انا استخدمتهم انا فاض منهم شوية بالشكل دوت كده، ما خدتهمش كلهم، يعني هي مش بتشرب سمنة كتير. في الاخر خالص هتلاقي السمنة ديت اصلا في الارضية بتاعت الورق الكب كيك. في الوقت دوت دخلتهم الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، ومعايا كيس كريمة خفق. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. كيس الكريمه دوت تقدري تستبدليه باي حاجه تانية. زي ايه مثلا؟ زي اللي انت ممكن تعملي مهلبيه عاديه خالص، زي المهلبيه اللي احنا بنعملها بتاعه الحلويات اللي هي من غير سكر. تقدري كمان تستبدليه بقشطه، تقدري كمان تستبدليه بايس كريم، تقدري كمان تستبدليه بشوكولاته نوتيلا، تقدري تستبدليه بمكسرات، وهنشوف دلوقتي هنعمل ايه. حطيت الكيس الكريمه ونزلت عليه بنص كوبايه من اللبن المتلج، هديله كده ضربتين 3 وهيتعمل معايا بكل سهولة. طبعا داخل علينا بقى الصيف، ممكن نعملها بالايس كريم، بولة الايس كريم كده، وهتبقى جميلة برضو وطعمها حلو قوي. خلاص دلوقتي الكريمة خلاص اتعملت معايا، بسم الله ما شاء الله، ما خدتش وقت عشان اللبن متلج. وكمان الجلاش كان خرج معايا من الفرن بالشكل دوت كده. حطيته في الاطباق علشان خاطر ايه يبرد شوية عشان اقدر اللي انا اشكله بقى.
بسم الله ما شاء الله، حلو جدا وزي العسل وطعمه جميل ومقرمش كده وحاجة كده جديدة، يعني مش من الحلويات اللي احنا متعودين نعملها. معايا بقى عسل، والعسل دوت بتاع القطايف اللي احنا عملناها مع بعض من يومين، اللي هو عسل الحلويات الشرقية اللي بيكون تقيل، عبارة عن 3 كوبايات من السكر وكوبايتين من المية. رفعتهم على النار قعدوا يغلوا 10 دقايق، عصرة ليمونة وباكو من الفانيليا، وبعد كده وطيت النار وسبتهم 5 دقايق. كان تقل معايا بالشكل ده، بحطه في علبة وبشيله عندي في دولاب المطبخ، بخرجه عند الاستعمال على طول، ما تخافيش مش بيحصل له حاجة. ان شاء الله باذن الله عايزين نعمله مع بعض عشان يبقى عندك متوفر طول شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. حطيت العسل على الجلاش وسبته كده لمدة 10 دقايق، كانت شرب العسل كله. العسل تقيل وحلو كده وجميل وزي العسل. بعد كده جبت بقى طبق التقديم اللي انا هقدم فيه خلاص النهاية، وهبدأ بقى اللي انا احط بقى ايه الكريمة اللي احنا عملناها مع بعض. طب انا مش عندي الكيس اللي انت بتعملي بيه دوت، بس عندي الكريمه وعملتها، اعمل انا ايه؟ بصي، بولة الايس كريم، دخلي الكريمه ديت في الفريزر كده لمده 10 دقايق في علبه، وخرجيها بولة الايس كريم كده، وخدي منها كده بالمعلقه وحطيها فوق الوش. يا سلام بقى. خلاص دلوقتي خلصنا الكميه كلها، هنشكلها بكريز. طب انا برضو مش متوفر عندي كريز، اعمل ايه؟ شوية مكسرات، شوية فول سوداني، سيبيها زي ما هي ما تحطيش حاجة. يعني ممكن لو عندك صوص ممكن تحطي صوص فراولة او صوص كراميل او صوص شوكولاتة، اي حاجة. مش هتقف الوصفة على حاجة مش عندك. انا عارفة ان انتوا ما شاء الله عليكم شاطرين وبتعرفوا تنفذوا كل حاجة، وعندكم ابتكارات تقدروا ان انتوا تنفذوا بدايل الحاجة بيها. هنا بقى كان عندي شوية مكسرات كده فستق، طحنتهم في الكبة، وقلت بقى ايه، بما ان يعني الجلاش عليه عسل ومسكر، وكمان لو حطيت عليه المكسرات هيمسك فيه. وبالفعل دوت اللي حصل، حطيت كده المكسرات ومسكت فيه، والشكل كان حلو زي الحلويات اللي بنجيبها من بره. النتيجة حلوة جدا والطعم حكاية، جربيه. ولفة الجلاش مش عملت الكمية ديت بس، ده انا ورايا كمان كذا واحدة، بس الولاد بالهنا والشفا يعني. خلاص كده خلصنا الحلويات بتاعتنا النهاردة. احفظي الوصفة عندك لشهر رمضان، هتعجبك وهتعجب الولاد، ومن الحلويات اللي سهلة وبسيطة وسريعة كمان، وممكن تعمليها بأي حاجة عندك، مش شرط الكريمة أو المكسرات اللي أنا حطيتها. ممكن ما تحطيش أي حاجة عليها كمان، هو كفاية العسل وبس كده. بس كده خلاص، بحبكم في الله، سلام عليكم.